ببواقي الأكل عملت إضافة بسيطة وفطرتهم. يلا أقولك أنا عملت إيه، بس قبل أي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك قولي رأيك في الكومنتات. كنا امبارح عاملين جميع أنواع المحاشي زي ما انت شفتي كده في أول الصورة أو في أول الفيديو. جبت الشوال اللي اتبقوا عملوا حلة صغننة، طلعت عليهم نص كيلو لحمة، وللأمانة هو مش نص كيلو، هو 400 جرام. وقطعتها، كان النية اعملها كباب حلة، بس انا عملت ايه بقى؟ مسكتها حطيتها في شوية مية سيحتها. هم عاملين 5 حتت كبار. صلي على الحبيب قلبك يطيب. وجبت ماسورة حلوة كده عشان تدينا شوية شوربة محترمة، ما احنا مش هنعمل اكل كل يوم. والتركة دي هتفرق معاكي وهتوفر كتير. اول يوم عملنا نص فرخة، النهاردة هنعمل 400 جرام من اللحمة وعليهم ماسورة، فهنزود الشوربة وهتبقى عالي العال. جبت الحلة حطيت فيها ملح وفلفل وكزبرة، كانت دي كمان التوابل اللي موجودة عندي لسه، ولا العزومات بدأت ولا حتى اشتريت توابلنا وحاجات كتير لسه ناقصة في البيت، بس ما علينا. حطيت الملح والفلفل والكزبرة ويلا بينا على الحلة. هنولع على الشوربة وهغطيها، ومسافة ما تغلي هقولك هنعمل ايه. قطعت عليها طماطمايه كمان عشان تديها نكهة وتعلي التست بتاعها. اغطيها بقى، وعقبال ما المية تغلي اكون جهزت العصير. طلعت كيس فراولة، انا عاملة كيس فراولة نص وعاملة كيس نص كيلو ونص كيلو. فالواد طلع الكيس الكيلو كان ساح خلاص، فانا طبعا مش هدخله الفريزر تاني. رحت ماسكاه عاملاه، ده كيس كبير هنا بقولك هيكفي يومين، واقعدي على باب التلاجة عشان ما يخلصش، مش كل يوم هنعمل عصاير. وجبت كيس لبن. اللبن في العصير، اللبن المبستر في العصير بيبقى صراحة أحسن. فالكيس ده نص كيلو، بملى الكيس ده مرة ونص، يعني كيس لبن وكيس مرة ونص بملاه، واحطه على اللبن وكوباية سكر، واشربي احلى عصير كريمي مش خفيف خالص. والعصير ده هيكفي معاكي يومين. ولا نجيب بقى كيس تمر ب10 جنيه، ممكن نعمله في البيت بما ان الحاجة غالية قوي. اهو امليت الكيس مرة وتاني مرة، وهحط السكر وكمان هضربه في الخلاط ياخد ويدي مع بعضه بشكل ودي. وطبعا افكرك ببواقي الاكل، اوعي ترميها، الاكل غالي جدا. اللهم بارك. بصي بقى العصير ضربته كريمي، التركة دي مظبوطة جدا، والسكر بيطلع مظبوط وكريمي. ما تخافيش مش هيطلع ولا دلع ولا مسكر، مظبوط على التركية. هحطه في الشفشف وادخله التلاجة. ادينا عملنا العصير وجهزناه. يا دوبت مسافة ما اخلص وقافل غطا الشفشف ده، هرجع الاقي الشوربة غلت. يومين هنا كل شوية افكرهم، ده يومين بفكرهم وافكر نفسي عشان هيخلص، انا عارفة في نفس اليوم العصير ما بيقعدش. نغطيه، احطها في التلاجة. رجعت للحمة اللهم بارك، الشوربة غلت، هنزل بقى بالماسورة وقطع اللحمة اللي كانت مفروض هتبقى كباب حلة، بس انا سلقتها برضو عشان ازود بيها صنف اضافي. وهغطيها وهسيبها تستوي برضو مع بعضها على نار هادية. لسه فاضل ساعة ونص على الفطار. ده تاني يوم رمضان. من ناحية تانية بقى عشان استغل الشوربة دي، رحت معلقتين زيت في الحلة وهحمر شوية لسان عصفور، يبقى لسان عصفور وبواقي محشي ولحمة وشوربة. واللهم بارك عصير فراولة باللبن، مفيش ولا احسن ولا اعظم من كده. لو عايزة تعرفي الافكار دي وتدبري وتدبقي ازاي، تابعيني وان شاء الله هتعجبك وصفاتي. وحذري فزري انا هعمل بكرة ايه، اكل ايه. بصي حمرت لسان العصفور جميل جدا، اديته كوباية شوربة بس كده، وهسيبه قبل الفطار بربع ساعة، هقوم مزودة الشوربة واديله غلوة تاني. ادي المحشي، ادي العصفور، ادي الشوربة. بصي الاشكال والالوان بقى مش قادرة اقولك، اكل تاني يوم كأنه اكل اول يوم. وادي الاكل اتغرف، الشوربة اللهم بارك، العصفور تحفة، شوية مخلل، شوية لحمة محترمين. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك وشير وقوليلي بتوفري وبتدبقي ازاي. دمتم بخير.